دي اللي بتبقى برضو بيحصل فيها لخبطه كتير مع بعض العائلات، بيفقدوا باسبور بينسوه، بيفقدوا ورقه التذكره بتاعه الطيران. ايه اكتر حاجة مزعجة بتواجهنا اثناء سفر العيلة، او ايه اكتر الحاجات اللي بتسبب ضغط في سفر العيلة؟ اول حاجه هي التكلفه. ما يكون العيله مكونه من 3 افراد او 4 افراد، وكل ما زاد العدد فبتبقى التكلفه عبء على اللي قايم بتكلفه الرحله كلها. حلو قوي. طيب الوضع ده بقى احنا في اون تايم بنحط له حلول وبنقدر نساعد فيه من البدايه للنهايه. طيب التكلفه مش هي الوحيده. 2، لو معاه وزن زياده، يعني معاه عدد شنط كتير، مش وزن زياده هيدفع عليه فلوس، لا معاه شنط كتير. 3، التجهيز قبل السفر بالذات، اللي هو قبل الخروج من البيت بالاوراق كامله، ودي اللي بتبقى برضو بيحصل فيها لخبطه كتير مع بعض العائلات، بيفقدوا باسبور بينسوه، بيفقدوا ورقه التذكره بتاعه الطيران. ده برضو بنلاقي له برضو حلول عندنا في اون تايم.